عاوز اتكلم في ملحوظه. لو الحد بيعمل بطاريات عموله يا ريت يخلي باله من المقاسات، لان هنا احنا بنجمع خط بنعاني واحنا بنجمعه. اطلع يا باشا كده، هنا الحافه بتاعت الارضيه مخدمه في ناحيه والناحيه التانيه. بص كده، بص اطلع كده يا باشا، اطلع كده، شايف؟ بص الوضع كده يا باشا، مش مخدم خالص هنا اهو. يعني ده سوء لحام وبسبب المقاسات مش مظبوطه. تمام، انت المفروض حضرتك لما بتاخد مقاس خط زي كده او بتلحم خط زي كده بتمشي كله بنفس المنوال. هنا احنا ايه يعني، حتى الميزان هنا نفس الكلام. بص شايفين اللبه هنا، الميزان هنا، يعني شايفين الوضع هنا. طبعا في لبه هنا. يا ريت اللي بيلحم بطاريات زي كده ياخد باله يعني من اللحامات بتاعته. بص يا باشا كده، شايف؟ يعني هو خدم في الاربع نواحي وجه في الناحيه دي الخط السن الارضيه مش عاوز تخدم، يا اما الارضيه يا اما السقفيه. خد يا باشا الشاكوش كده، دوج جرب كده، دوج اطلع، دوج من فوق يا باشا، اطلع من فوق يا باشا ودوج. ناخد بالنا انا هنا كل ما اركب فردة حامل بقيس المسافة ما بين الحامل والحيطة، تمام؟ وبتطلع المسافة نفس المسافة ما بين كل حامل. يعني المسافة ما بين الحامل ده والحيطة دي هنلاقيها 120 سم. ونلاحظ لما نبص في الخط كده، الخط ما فيهوش اعوجاج. ورغم ذلك يعني انا كنت مفكر مثلا ان العيب ان الخط حادف مننا، لا الخط مش حادف، لكن المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا في اللحام نفسه مقاساته بايظة. ناخد بالنا واحنا بنلحم، وخصوصا لو هنعمل خط. لكن لو بطاريه فرداني مثلا او بطاريه منزل مش هيفرق، لكن لما يكون خط زي كده بيكون كله مبني على بعضه. تمام؟ شايفين الراجل اللي معانا يعني بيعاني حرفيا عشان ايه؟ عشان ينزل الضفر في المجرى بتاعه. وده يعني سوء ايه؟ سوء لحام يعني. طبعا الارضيه هنا احنا حاولنا بقدر الامكان ايه؟ نساوي الارضيه ونظبط الدنيا فيها.